بسم الله. مفيش اجمل من كده ولا اخف من كده ولا اهضم من كده ولا ابسط من كده. هنعمل النهارده يا جماعه بيتي فور. معانا دلوقتي زبده 350 جرام، ومعانا دقيق 500 جرام، والسكر 165. اي جرامات خفيفه دي كانت عشان خاطر الورقه. ومعانا بيضتين اتنين، وطبعا السكر مطحون، ومعانا فانيليا. مفيش اكتر من كده، هم دول بس. طبعا بنجيب الزبده كده بدرجه حراره المطبخ. احنا لسه طبعا في البرد، فهتشوفوا منظرها كده. ما تملوش واشتغلوا فيها لحد ما تسيح. ما تسيح. شوفوا المنظر ساحت ازاي، ساحت من الشغل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هتاخد مننا شويه كده ضرب بالمضرب. وهنضيف عليها طبعا السكر المطحون، لازم يكون منخول. الخطوات لما تكون صح بنوصل للنتيجة الصحيحة. خليكم معايا كده وصلوا على النبي، وما تنسوش ان انتوا تديني لايك. ويا رب المحتوى يكون عجبكم، ويا رب تستفيدوا مني بأي حاجة. كلنا في الاول خالص بنبقى خايفين من الحاجات اللي بنعملها لاول مرة، بس لو مشينا على الخطوات صح بتطلع صح. نصيحة ليك يا ست الكل: كل حاجة بتعمليها في بيتك اجمل وانضف واطعم من اي حاجة تشتريها من بره. اعملوا كل حاجة في البيت. هنغلط مرة اتنين، بس هتظبط معاكي بعد كده. اكل بقى، حلويات، كل حاجة. انت ممكن تعملي الوصفة احسن من اي شيء. انت اصلا شيف في نفسك وانت ما تعرفي. طبعا هما بيضتين اتنين، بنضيف بيضة وبعدها بيضة. لما البيضة تختفي بنحط البيضة للتانية، وبعد كده بنحط الفانيليا. برضو هنضربها كده لحد ما تختفي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي وصل لحد هنا انا متشكرة جدا لثقتكم فيا، ان انتوا بتحبوا تتابعوا وتشوفوا الوصفات اللي انا بعملها، وجديرة بالثقة وعندكم. متشكرة لكم جدا، ومنورتوني وشرفتوني. اي حد دخل على القناة تعتبروا دلوقتي العيلة بتاعتي. فاهلا وسهلا بكم، ونورتوني جدا جدا. بنكمل يا جماعة. لما تبقى القوام بيبقى شكل كريمي كده، يا رب يكون واضح. لما بيبقى كده وصل للقوام اللي انتوا شايفينه كده، طبعا لازم الم الجدران كل شوية عشان كلها تختلط بمكونات على بعضها: السكر والبيض والزبدة. البوتيفور بالزبدة بصراحة بيعمل نتيجة انا ما شفتش اخف من كده بصراحة. ما شاء الله حلو جدا جدا. لو تعملوا بس المقادير بالظبط كده هتبقى ممتازة جدا معاكم. والسكر طلع مظبوط وكل حاجة طلع مظبوط. وصلنا بقى للقوام دوت. هنضيف بقى قد ايه؟ النص كيلو دقيق ده يا جماعة مع البيضتين مع المكونات دوت عامل معايا بالظبط كيلو الا 20 جرام. هتشوفوه في الاخر. طبعا انا مش عايزة احط ايدي بقى في يعني ايه في السكر والحاجات، فحبيت ان انا اغير الدراع بتاع المضرب. وكملت كده بالسبوتة، لان الخليط ناعم ناعم جدا جدا، يعني حاجة في منتهى السهولة. تحسوا كده انه عامل زي كريم شانتيه بصراحة. كده بقى خلصنا، ومش الموضوع مش محتاج عجن وكلام من ده. يا دوبك كده ان احنا بندخل الحاجات بنمكسها ببعض وخلاص. طبعا النهارده حبيت ان انا استعمل المكنه بدل ما هي مركونه كده في النيش بتاعنا. المكنه دي فيها عمود، العمود فيه وش فيه اللي هو المسنن ده، هو ده اللي بقى قدام يعني. وفي تحت منه اللي احنا بنحدد يعني القطعه الكبيره ولا صغيره، الاسطمبه يعني. فبنحدد بنختار واحد. انا كنت شرحت لكم ازاي بنستعملها. وطبعا الوش بيبقى ليه ناحيه بومبي والناحيه من قدام ثابته، البومبي اللي تبقى جوه. فده بالظبط انا بشرح ليه، لان في ناس مبتبقاش عارفه المكنه دي بتشتغل ازاي. ان شاء الله هبقى اعمل استنباط بقى بالقمع المره الجايه ان شاء الله، بس حبيت ان انا اجرب لكم المكنه المره دي. يعني هو نص كيلو عمل معايا شغل حلو قوي. طبعا بندخل الحاجه دي بالعجينه يا جماعه بالمعلقه. يعني معلقه ألمونيا عادي خالص او ستيل، وندخل بيه. لو احنا ضغطنا قوي بتطلع الاسطمبة كبيرة، انما لو ضغطنا شوية صغيرين بتطلع صغيرة. فانا بشيلها عادي وبرجعها فيها ما بتاخدش وقت خالص خالص. وبنغير المواس معاكم 12 موس، بتغيروا المواس على كيفكم.
يعني حسب الاختيارات. انا عجباني قوي النجمه ديت. وطبعا العجينه دي خدت منها مثلا كميه كوبايه مثلا، وحطيت عليها معلقه شوكولاته وحبيت اعملها كده. انا اصلا يعني ولادي ما بيحبوش الشوكولاته قوي في الشغل ده، ف يعني دي مجرد تجربه يعني. اعملوه وفرحوا ولادكم واعملوا الشغل في بيتكم. يعني مش هيكلف منه، مش هيتكلف بره. ان يعني وانتوا بتعملوا حاجه في بيتكم ما بتتكلفش، ومنه ان انتوا بتبقوا عارفين الحاجه ديت معموله ازاي وصحيه ونظيفه وفي بيتك وفي مطبخك. وانت كمان بتبقي فرحانه ان انت عامله الحاجه في بيتك يعني. وصلنا هنا. شوف عملت الصواني شكلها ايه، وغيرت الاسطمبه كام مره، غيرت الموس يعني. وما شاء الله دخل بقى الفرن بقى على درجه حراره 120. طلع خفيف وهش جدا، يعني حاجه جميله قوي قوي قوي. وصلت لهنا، ما تنسونيش بلايك ودعوة حلوة، وادعوا لي كده بالتوفيق. نفسي والله ان انا انجح في القناة ديت، لان لي اهداف كتير عايزة اعملها، واهداف ربنا يرضى عني فيها يعني. فلو وصلت لهنا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة. وطبعا ادي الوزن اهو في الاخر 979، يعني قيمة 21 جرام، كيلو ل 21 جرام. ان شاء الله هبقى اشارككم بقى في البسكوت، وبشارككم في الحاجات اللي انا عملتها. شفتوا جميل ازاي؟ ان شاء الله هبقى اعمل معاكم البسكوت المره اللي جايه. وطبعا ده الكحك اللي عملناه في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.